بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني بفيديو جديد. الساعة دي مرت معانا باختبار اللي هو اختبار التلج ودخلها مية وفصلت. اللي ما شافش اختبار التلج ممكن يخش على القناة عندنا وان شاء الله هيلاقي الفيديو. كان اختبار تلج عاملينه للساعة، والساعة دي تقليد ما استحملتش الاختبار ودخلها مية والمكنة شربت مية. طيب انا عامل فيديو النهاردة عشان اقولك تعمل ايه لو الساعة بتاعتك شربت مية وفصلت معاك وما جنبكش اي حد صنايعي يشتغل لك في الساعة وينضفها. إيه، نفس تصميم المكنة بتاع التقليد هو نفس تصميم المكنة بتاع الأصلي، الفرق في الماتيريال. يعني حاجات بسيطة جدا، يعني مش مستاهلة. انت يعني الفكرة كلها واحدة واحدة عامة. هنعمل أول حاجة اللي احنا هنفتح الساعة. يفضل يكون جنبنا أي علبة نحط فيها المسامير بتاعتنا عشان ما تتوهش مننا. غير كمان ان احنا هنستخدمها دلوقتي اللي احنا هنحط فيها الحاجات اللي احنا ايه هنفكها. احنا هنضطر نفتح المكنة او هنفك المكنة عشان نمسحها لانها شربت مية. فكرة ان هي ايه بتبقى يعني شبه عملت عازل، مادام في بند كده معين عازله لكم. الساعة بتنور، شوف خدتوا بالكم ولا لا؟ المهم مادام الشاشة بتاعتنا ما اتحرقتش. انا كنت عامل معاكم تحدي عن الساعة دي اللي انا هشغلها. مادام الشاشة ما اتحرقتش يبقى احنا لسه في السليم. تمام. كل اللي هنعمله هنركن كده الظرف والغطا بتاع الساعة. تمام. حتى الصدى اهي عشان محدش يقول انا غيرت الساعة، عشان ايه الواحد خلقه ضيق. بص يا باشا، اول حاجة هنقوم فكين الساعة. بص الفكرة كلها انها بتنور، يعني مش هي بحجر، يعني الحجر مش ضعيف والاضاءة شديدة. ومع ذلك انا هركب ليكو حجر جديد عشان محدش يقول لي يا باشا كان ايه كان ايه بحجر، ولو كنت غيرت حجر كان اشتغل. عشان انا قبل كده عملت فيديو ونضفت ساعة مكنة من جوه، واضطريت ان انا اوقف الفيديو عشان دخل عليا زباين. وانا اكيد الزبون لما يخش عليا انا هوقف الفيديو، مش طبيعي هقول له استنى 10 دقايق عقبال ما اخلص الفيديو يا باشا. الحجر طبعا طايله ميه. طيب هنجرب حاجه بس بسيطه. الحجر صدى من ميه طبعا. شريط جديد هناخد منه حجر وهنجرب، جايز يطلع عيب حجر عادي يعني، واريح دماغي من كتر من اي شغل هعمله. نفس الفكرة، الإضاءة شغالة والساعة ما اشتغلتش. ماشي. دلوقتي احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنفك. بص هنا كده في زاوية 2 3 4. بضفرك بقى بمفك رفيع ايه هتفك الوش ده. فكناه. تمام. هنحطه على جنب ونشيل الحجر على جنب. فضل عندنا الجزء ده كده والجزء اللي في الشاشة. هنرفع دي لفوق. تمام. بصوا بقى هنا، شايفين الحتة دي؟ حتة الكاوتش دي اللي بتربط ما بين الشاشة وما بين الدايرة بتاعتنا. لو بصينا بقى في الدايرة هنا هنلاقي حصل زي عازل. تمام. طيب اعمل ايه؟ هنجيب حتة فوطة كده او قماشة او فرشة سنان ناعمة، وبالراحة كان تعليم التعليقات كان بيقول لي قبل كده استشوار والدنيا تشتغل. ماشي، استشوار لو هي لسه الدنيا مشبرة وانت عايز تنشف وتشتغل، مع العلم بالشيء ان هي برضو هتيجي لها وقت وتفصل. ليه؟
المية اللي دخلتها مثلا اذا كانت مية حلوة، مية مالحة، هتعمل املاح، مية حلوة هتعمل كلور. المهم ان هي في الاخر رواسب وهتعمل عازل في دايرة الساعة. بص كده، تعتبر الحتة دي ايه، نطفت. هنا بالراحة كده، اشتغل بحاجة ناعمة لو انت ايدك مش خفيفة. تمام. الفكرة كلها ان احنا عايزين ايه، ننضف اي رواسب موجودة. طيب فين تاني؟ الحتة دي، لان هي المية برضو ايه، لو بصينا كده في مية وصلت هنا، هنمسحها. لو عرفنا نشيلها نشيلها. تمام، هي موضوعها سهل، بس انا مش عايز اللي انا اوصلكوا الحوار قوي. يعني انا دلوقتي الشاشة دي مثلا ممكن اشيلها، بزق دي لورا. يعني بصوا شايفين الحتة دي كده، هترجعها لورا. انا مش عايز اوصلك المرحلة دي عشان انا مش عايز. اهي. تمام. انت ممكن بس مجرد ما تمسح الدايرة وتمسح المكان هتشتغل معاك كده. هي 3 حتت، هم حتتين، دي مكان الشاشة. خليهم هنا، وصلها مية. هنحط الحتة دي الأول. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. عايز نسختين عادة. لا كمبيوتر مفيش والله حاليا. الواير بتاع الكمبيوتر فاصل، مقطوع، فعايز واير لسه مكنة المفتاح بتاعت الواير بتاعت الكمبيوتر. مكنة المفتاح العادية اللي شغالة، الكمبيوتر هي؟ فاصلة. المفتاح اللي هي المشرشرة دي العادية. اللي زي دي؟ لا مش دي، دي خرام. دي مكنة كمبيوتر زي بتاع الباب السكريت. لكن اللي موجود اللي هو زي بتاع العربيات، شرشرة ده. طب دي ما ينفعش تعمل ليه بقى؟ الواير بتاع المكنة مقطوع. ما تتعملش على الثانية؟ لا، دي نظام تخريم، دي نظام سن خراطة. طب اللهم صل على النبي، ما ينفعش عشان. انت مثلا تعمل لها، تعمل تصور على جهاز مثلا؟ يعني لو تطلع نسخة تحاول تطلع نسخة منها؟ لا ما هو بقولك المكنة نفسها برضه. بايظة. دي الفكرة. كده. هي بس الواير يجي لان اللي جاي مقاسه اكبر. انا بقالي فترة عطلان بسبب الحوار. انا عايز اعملها، ضاع مني والله من كام يوم بالعافية لقيته. ولا لو نسخة كنت عملتها ضاعت مني في اسماعيلية. برضه. لا ان شاء الله، بس الواير يجي هعرفك على طول. خلاص ماشي. ايش ده كبير. لا مؤاخذة يا جماعة، انا مرضتش اوقف الفيديو اهو، حضرت الموقف بنفسكم. سبحان الله، لسه بقول في اول الفيديو. انا لولا بس ان هو مش عايز حاجة، يعني الحد طلب اللي هو طلبه مش موجود، فما اضطرش ان انا اوقف الفيديو. دلوقتي انا عملت الحركة دي، عايز احط الشاشة. لو انت عملت الحركة دي، شايف الحتة اللي فيها حتة شفافة الطويلة دي؟ تمام، هتبقى فوق. في الاصلي في الاوريجينال من ناحيتين شغالة، مش من ناحية واحدة. يعني الكاوتش ده موجود من ناحيتين. تمام. دلوقتي هحط دول الاول، خليهم تحت في القعر تحت. وبعد كده هركب دي كده العكس، هركب دي كده تتبيت كده، بيتت اهو. تمام. بعد كده هسحب دي لورا، هي الكاوتشة دي، بس كل ده بالراحة لان الشاشات دي حساسة. تمام كده بيتت. يا رب ما تشمت فيها حد والساعة تشتغل. بعد كده نحط الجزء ده، الحتت اللي فيها الريش دي هتبقى على الكاوتش ده.
هنقوم مبيتينها بالشكل ده. بعد كده هنجيب الحجر ونحطه كده، نجيب القطعة دي ونحطها، اسف، كده. هتلاقي في شطفة في الحديدة، مكان الشطفة دي تبقى ناحية الحتة دي، تمام. نقوم حاطين كده، نبدأ نسمي الله ونقفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رهنتكوا ان هي هتشتغل، رهنتكوا ايه؟ ان هي هتشتغل. هي في بند الرقم مقطع سنة، فانا برضه عشان مستعجل عشان الفيديو، لو اتمسح مسحة احسن كمان شوية مش هيبقى فيها اي مشاكل. وبرضه حوار الاستشوار هينفع وهي بالمرحلة دي، لكن وهي فاصلة خالص صعبة، تمام. يعني دي هيبقى فيه مثلا نقطة مية او ما شابه معرفناش نوصلها في الشاشة او غيره، شغل على الاستشوار هيشتغل، تمام. لكن انا لو كان معايا وقت او مدة، انا مش هطول عليكم، الفيديو دخل اصلا على 12 دقيقة. لو كان معايا وقت كنت نضفتها لكم كويس ووريتكم، بس القصد في الحوار حتى الاضاءة هي شغالة ان انا شغلتها وما وقفتش الفيديو. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويا رب اكون خفيف عليكم وما اكونش تقيل على حد. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا.